يعني على سبيل المثال اللعيب الجميل شيكابالا كان مع نادي الزمالك. الوقت اللي اشتغل مع حسام حسن فيه خد احسن لاعب في مصر، خد هداف الدوري المصري لو تفتكروا سنه من السنين. فدي كانت احسن اوقاته، وده كان من احسن اللعيبه، او كان ساعتها نجم الكره المصريه في الوقت ده، والناس كلها كانت بتراعي. فحسام حسن بيعرف يشتغل مع كل اللعيبه كويس قوي. حسام حسن نجم كبير شبعان كل حاجه. فبقول للناس اللي هي بتولع نار وبتعمل الحاجات دي، بطفلهم من النار من بدري قوي اهو. مفيش الكلام ده. كل اللعيبه عندنا مهمه جدا. محمد صلاح عمل تاريخ اوروبي كبير وعالمي كبير جدا. وجوده وتعبه في الملعب مع زمايله المحترفين ده داخل مصر وخارج مصر هيكون موجود فوق. يعني هيلاقي كل الدعم من الجهاز ودعم مننا كلنا انه يبقى في احسن حته، ونخليه يشتغل ويوصل لاحسن حاجه هو عايزها. وزي ما قلت لكم مع حسام حسن هيبقى حاجه ثانيه. واتمنى ان شاء الله الموضوع ده احنا كده داخل مصر نطفيه خالص بعد اذنكم يعني. ايه طموحنا؟ ان احنا ناخد كاس الامم، ان احنا نروح بعيد في كاس العالم. سؤال الكابتن حسام، ايه الضمانات اللي حضرتك خدتها من اتحاد الكوره عشان ما يحصلش زي اللي حصل قبل كده مع اخر مدير فني مصري واللي قبليه؟ حضرتك اسطوره مصريه، ما ينفعش الكلام اللي حصل قبل كده يتكرر تاني. ايه الضمانات اللي حضرتك خدتها؟ شكرا. سؤال حلو. سؤال حلو. سؤال حلو جدا. اولا انا بشكرك على السؤال ده، لاني رئيس الاتحاد المصري او عضو الاتحاد المصري هو زي ما بنقول تاني هو من نسيج الشعب المصري. يعني حته المسؤوليه دي بعيده خالص، لكن في الاخر انت عايز توصل لاقصى طموح عندك. مع الكابتن حسام حسن ان شاء الله هنوصل افريقيا، وهنوصل ان شاء الله كاس العالم، واحنا واثقين في الكابتن حسام حسن ان شاء الله في الفتره اللي جايه. شكرا. اهلا بيك. الضمانه بالنسبه لي هو بعد ربنا اجتهادي واخلاصي الوطني، اخلاصي للمنتخب، اخلاصي للشعب المصري، ان انا ابذل اقصى مجهود عندي، اكتر واكبر فكر اتمناه للمنتخب ان هو يكون الحاله الفنيه وحاله الانتصارات ان شاء الله موجود اللي احنا الناس عليها ان شاء الله. هي دي الضمانه. لكن ان انا اكون موجود او امشي في اي وقت دي انا عند الله والناس، سواء الجمهور او الاعلام او اداره اتحاد الكوره هي اللي بتقيم الامور. انا مش جاي عشان خاطر ان انا ماسك في المكان، انا ماسك في المكان همسكه في المكان عشان اسعد الشعب المصري. فاخلاصي واجتهادي انا وجهازي هو الفيصل، وانا جاي اخدم زي ما قلت التكليف دي حاجه مهمه جدا، حاجه محدش مقدار حجمها اللي حصل قبل كده مع الكابتن محمود الجوهري العظيم، اللي يعني انا فعلا كويس ان مناسبه ان انا اذكره. واتمنى ان احنا نضيف شيء ده زي ما كابتن محمود الجوهري وكابتن حسن شحاته في الفتره اللي فازوا بيها بالبطولات. وعلى فكره انا نسيت، يعني يمكن النهارده سبحان الله يعني ذكرى لوفاه والدتي النهارده انا وابراهيم، فيعني ان شاء الله يكون رضاها عنا وهي عايشه، يكون ان شاء الله خير لينا الفتره اللي جايه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى الراسخ، طبعا قناه صدى البلد واذاعه اون سبورت اف ام. كل التوفيق طبعا للتوأم والجهاز الفني والمجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، وكل التوفيق طبعا للمنظومه، وكل الدعم ان شاء الله ان يعود المنتخب المصري كما كان في سابق عهده.